ليه النحلة بتموت بعدما تلسع الإنسان القصة الكاملة من غير مبالغة. النحل من أكثر الكائنات اللي الناس شائفاها بسيطة، لكن في الحقيقة هو من أعقد النظم الحية على كوكب الأرض. كائن صغير لكن تأثيره ضخم جدا، ووجوده مرتبط بالحياة نفسها، لأن النحل مسؤول عن تلقيح نسبة كبيرة من النباتات اللي بيعتمد عليها الإنسان في غذائه واستمراره. وعلشان نفهم ليه النحلة بتموت بعد اللسعة، لازم نفهم النحلة نفسها مش من منظور عاطفي، لكن من منظور بيولوجي دقيق يشرح طريقة تفكير الكائن ده وطريقة تنظيم حياته وتركيب جسمه اللي أطوى عبر ملايين السنين علشان يخدم هدف واحد بس، وهو بقاء الخلية. النحلة مش كائن فردي بالمعنى اللي احنا فهمينه. النحلة جزء من مجتمع صارم اسمه الخلية. الخلية دي ليها نظام داخلي شديد الدقة، وكل نحلة فيها ليها دور واحد ثابت ما بيتغير طول حياتها، لأن أي تغيير أو خروج عن الدور ده ممكن يهدد استقرار النظام. وده السبب اللي خلى النحل من أكثر الكائنات الاجتماعية نجاحا في تاريخ الطبيعة، وقدر يستمر من غير تغييرات جذرية لفترة طويلة جدا مقارنة بكائنات كتير اختفى. داخل الخلية فيه الملكة وهي مركز التكاثر، وفيه النحل العامل وفيه الذكور. النحل العامل هو الأساس الحقيقي للخلية، هو اللي بيجمع الرحيق، وهو اللي بيبني الشمعة، وهو اللي بينضج، وهو اللي بيرعى اليرقات، وهو اللي بيحرس، وهو اللي يواجه أي خطر مباشر. النحلة العاملة أنثى، لكنها ما بتخلفش، وكل طاقتها الجسدية والعصبية موجهة لخدمة الخلية فقط من غير أي مصلحة فردية. النحلة اللي بتلسع الإنسان دايما تقريبا نحلة عاملة الذكور ما عندهاش لسعة أصلا، والملكة عندها لسعة لكنها نادرا جدا تستخدمها لأنها مش مخلوقة للمواجهة مع كائنات كبيرة الحجم. اللسعة في حالة النحل العامل وظيفة دفاعية أخيرة بتستخدم لما الخطر يبقى قريب ومباشر من الخلية. علشان نفهم ليه اللسعة بتؤدي للموت، لازم نفهم تركيبها. لسعة النحلة مش إبرة ناعمة. اللسعة عبارة عن شوكة مسننة فيها نتوءات دقيقة راجعة لورا. التصميم ده يخلي اللسعة تثبت بقوة في جسم العدو، وتضمن أن السم يدخل بالكامل، وده مفيد جدا ضد أعداء النحل الطبيعيين زي الحشرات اللي جلدها رقيق. لكن مع جلد الإنسان المرن والسميك، الشوكة المسننة بتغرز وما تطلعش بسهولة. لما النحلة تحاول تطير بعيد غريزيا، الشوكة تفضل ثابتة في الجلد، ومع حركة الطيران جزء من بطن النحلة بيتمزق وبيخرج مع عاده كيس السم وجزء من الجهاز العصبي، وده بيخلي الإصابة قاتلة حتى لو النحلة فضلت تتحرك لثواني أو دقائق بعدها. النحلة هنا ما بتموتش فورا، لكنها بتفقد القدرة على الاستمرار. الضرر اللي حصل في جسمها غير قابل للإصلاح، وده معناه إن اللسعة بالنسبة لها قرار نهائي مش مجرد وسيلة دفاع عادية. السؤال المهم، ليه الطبيعة تعمل تصميم بالشكل ده؟ ليه كائن يتخلق بسلاح يقتله لما يستخدمه؟ الإجابة مرتبطة بمبدأ أساسي في علم الأحياء، وهو أن البقاء في بعض الأنظمة بيكون للمجتمع مش للفرد. النحلة ما عندهاش مفهوم النجاة الشخصية زي الإنسان، مبرمجة غريزيا إن الخلية أهم من حياتها، لأن الخلية هي اللي شائلة الجينات وهي اللي ضامنة استمرار النوع. موت نحلة واحدة مقابل حماية آلاف الأفراد والملكة يعتبر نجاح تطوري مش خسارة، وده يوضح ليه النظام ده استمر ملايين السنين من غير ما يختفي أو يتغير جذريا. لما النحلة تلسع، هي مش بتهاجم بدافع الغضب ولا الانتقام، هي بتنفذ وظيفة دفاعية أخيرة لما التهديد يبقى قريب من الخلية. واللسعة نفسها مش بس بتسبب ألم، لكنها بتسيب رائحة كيميائية معينة. الرائحة دي بتشتغل كإشارة إنذار لباقي النحل، وبتخلي الخلية كلها تدخل حالة استعداد دفاعي. عشنا كده لسعة واحدة ممكن تكون بداية لهجوم جماعي، لأن النظام كلها أتنبه لوجود خطر محتمل، وده مش دليل شراسة لكنه دليل تنظيم عالي. النحل بطبيعته كائن دفاعي مش هجومي، هو ما بيفضليش اللسعة إلا لما الهروب يبقى غير ممكن، وقرب الخطر من الخلية يغير طريقة اتخاذ القرار. لو بصينا للصورة الكبيرة هنلاقي إن النحل بيجسد فكرة التضحية الفردية لصالح الكل. النحلة العاملة ما بتخلفش وما عندهاش فرصة جينية مستقلة، حياتها كلها خدمة، وده اللي موتها جزء طبيعي من النظام مش خلل فيه. علشان كده فقدان نحلة واحدة مش أزمة، لكن فقدان الخلية كلها نهاية النوع في المكان ده. الطبيعة اختارت التصميم اللي يضمن أعلى نسبة بقاء على المدى الطويل. مش كل الحشرات كدم دبابير مثلا عندها لسعة ناعمة تقدر تستخدمها أكثر من مرة وما تموتش، لأن نظام حياتها مختلف وما بيعتمدش على نفس مستوى التضحية الجماعية. كل كائن متصمم بما يناسب طريقته في العيش. النحل اختار التعاون الكامل، وده اللي خلاه عنصر أساسي في توازن النظام البيئي، لأن أكثر من ثلث الغذاء البشري بيعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على تلقيح النحل. يعني نحلة بتموت بعد لسعة جزء من نظام ضخم بيحافظ في النهاية على استقرار الحياة نفسها. العلماء لاحظوا إن النحل ما بيتصفش بعشوائية قراره باللسع، مرتبط بدرجة التهديد وقربه من الخلية وحركات مفاجئة أو روائح معينة بترفع مستوى الاستجابة الدفاعية. علشان كده الهدوء بيقلل المخاطر، لأن النحل بيفهم الإشارات الجسدية أكثر من أي تفسير تاني. النحل كمان بيفرق بين الألوان، وبعض الألوان الغامقة بتعتبر تهديدا لأنها بتشبه أعدائه الطبيعيين.
كل التفاصيل دي بتوضح أن قرار اللسع نتيجة تقييم غريزي سريع مش اندفاع. لو كان في تصميم يخلي النحلة تعيش وتدافع في نفس الوقت كان التطور اختاره، لكن التصميم الحالي أثبت نجاحه واستمراره. النحل بنفس النظام موجود من ملايين السنين، وده دليل كفاءة مش ضعف. الإنسان نفسه مستفيد من التضحيات دي، لأن تلقيح النباتات أساس استقرار الغذاء العالمي. العلم الحديث بيدرس النحل كنموذج للذكاء الجماعي وأنظمة التعاون المعقدة. في النهاية موت النحلة بعد اللسعة مش خطأ ولا فشل، لكنه اختيار تطوري أثبت أن القيمة الحقيقية في عالم الطبيعة هي استمرارية النظام مش عمر الفرد.